مين اللي قال ان المشترك القديم نرميه واحنا ممكن نطلع منه احلى زينة رمضان؟ يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة بدأت افك المسامير. الجزء ده هبدأ بيه فكرتنا النهاردة. الحاجات دي مش محتاجاها. اي حد بيحب اعادة تدوير ما ينفعش يرمي حاجة، لان الحاجة اللي هترميها النهاردة بكرة مسيرك هتحتاجيها. دي طبعا ايد حلة كانت عندي مكسورة، والتانية واخداها من خلاط مية بايظ. هثبتهم بالشمع زي ما حضراتكم شايفين. ورشتهم بالاسبري. ده كده بقى شكله. جبت طبق فوم ورسمت عليه هلال. الهلال زينته بالورد الابيض. عملت معاكم الورد ده في القناة. اللي ما شافش الفيديو هسيبهوله في صندوق الوصف. جبت فرع نور. الفرع النور ده عشان طويل هبتدي اتنيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ثبته في الجزء ده. هنا ما ينفعش اثبته بالشمع، فالمفروض استخدم شريط كهرباء او بلاستر. دلوقتي هبتدي اثبت الهلال زي ما حضراتكم شايفين كده. بحط الشمع على الطبق نفسه، ما بحطش خالص الشمع على فرع النور. جبت فانوس وثبته زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يكون ديكور رمضاني كده. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفكرة دي تكون عجبتكم.
الجزء ده هعمل بيه الفكرة التانية. هقص السلك لاني مش محتاجاه فكرتنا النهاردة، بس طبعا مش هرميه لاني هحتاجه في حاجة تانية. رشيته برضو بالاسبري. عندي الحاجات دي كانت من في ستارة قديمة، انا النهاردة هزين بيها فكرتنا النهاردة. وبثبته طبعا بالشمع. وده شكلها بعد التزيين. هحتاج كمان برطمان ازاز وفرع نور. حطيت فرع النور في البرطمان. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بلورة جميلة. بس عشان يبقى ديكور رمضاني جبت اي حاجة تعبر عن رمضان. انا عندي بوجي فحطيته. ودي كده بعد ما خلصت. يا ريتكم كنتوا شفتوها بعناية بجد في الطبيعة، غير التصوير خالص. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ويكون سهل وبسيط عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب. يا ريت ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.